المدير التنفيذي خد ابنه معاه الشغل لأول مرة، بس خلاه يشتغل كأنه سكرتيره، وعشان ابنه عشان هرب من الحضانة اداله مهمة: اطبع لي 5 نسخ من الورق ده. لكن لمفاجأته الولد ما كانش مصدق. أول ما دخل القاعة ما كانش عارف فين الطبعة أصلا، والأسوأ إنه ضيع النسخة الوحيدة من الورق. أول ما المدير عرف على طول فصل ابنه. الولد زعل وعيط في ساعتها، فالمدير مسكه يطبطب عليه ويهديه. هو شغل الكبار مش صعب قوي، شغل العيال المفروض يفضل الحضانة. الولد أخيرا فهم غلطه وطلب من أبوه يوديه المدرسة، لكن المدير رفض عشان كان عيد ميلاد ابنه وحب يخليه يروح الحضانة من تاني يوم. وقتها علق بروش مراته اللي توفت على ابنه. أول ما الولد شاف البروش اشتاق لمامته، وبعدها المدير خد ابنه يشتروا هدية عيد ميلاد، لكن الولد ضيع البروش. وهو ماشي شاف بروش على ست وافتكر انه بتاعه، راح طلب منها ترجعه. الست قالت له بنك ده بتاعي، ولما رفضت تديه المدير اقترح يروحوا يشوفوا كاميرات السوبر ماركت، لكن الست افتكرت انها لسه محتاجة تحتفل بعيد ميلاد بنتها فرفضت على طول. وسط الكلام الولد اكتشف ان البروش اصلا في جيبه. المدير ما كانش مصدق، البروش ده كانت مراته عاملاه بايديها. طب ازاي الست معاها واحد شبهه بالظبط؟ اول ما حب يجري وراها يسألها اكتشف انها مشيت. افتكر انه عمره ما هيشوفها تاني. لكن تاني يوم والست ما كانش عندها وقت تحط ميك اب بعد ما سلمت بنتها، بصت حواليها ما لقتش حد، فاستعملت ازاز العربيه كانها مرايه. جوه العربيه المدير شافها وهي بتحط روج، على طول نزل ازاز العربيه. الست اتفاجئت جدا واتحركت وحاولت تمشي بسرعه، لكن وقعت بالغلط. المدير وحابب يعرف الحقيقه عن البروش اعتذر لها الاول وكمان طلب رقمها، لكنها رفضت. فوراها خربوش في عربيته. هي اتوترت ان يطلب منها تعويض، ومن غير حل تاني اضطرت تسيب بيانات تواصلها على عربيته.